السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو سنتعرف على حقيقة انتقال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودية. لكن قبل البدء أرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتصلك آخر الأخبار الرياضية. كشفت تقارير صحفية أسبانية على موافقة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان على الانتقال إلى نادي الهلال السعودية في خلال الفترة المقبلة. وكذلك أعلنت وسائل إعلام سعودية عن تطور جديد بخصوص اللاعب ميسي، حيث قالت صحيفة اليوم السعودية أن ميسي لم يجدد عقده مع الفريق الباريسي، مؤكدة على أن النجم الأرجنتيني بات قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي. وأضافت الصحيفة أن قرار ميسي بالانتقال إلى الدوري السعودي تم حسمه من قبل اللاعب نفسه. وبدورها فجرت صحيفة الميدان السعودية مفاجأة بعدما أكدت أن ميسي قرر بالفعل تمثيل نادي الهلال السعودية، وسيوقع ميسي عقدا جديدا مع الهلال يمتد ل3 مواسم مقبلة وينتهي في عام 2026 قبل انطلاق كأس العالم في كندا وأمريكا والمكسيك. وسيكون راتب ميسي مع الزعيم بمقدار 344 مليون جنيه استرليني سنويا، متفوقا على راتب نجم النصر كريستيانو رونالدو بفارق يقدر ب 170 مليون استرليني. إلى هنا ونكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى إذا أعجبك الفيديو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك آخر الأخبار الرياضية.